السلام عليكم. أنا اسمي ميسر التوم، وده مصحف كتاب الله. والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. أنا كشاب، أنا شاب زيه زي أي شاب في الدنيا، وقرر إنه يكمل نص دينه، يكون أسرة محترمة. الحصل علي كالآتي: في شهر 6 الفات 2025 السنة دي، أنا مشيت مصر، اتزوجت وحدة اسمها نهلة عبد الله محمد محمود على كتاب الله وسنة رسول الله، بموافقتها التامة، برضاها التام، بموافقة ولي أمرها، بحضور المأذون الشرعي من السفارة السودانية في مصر، بحضور الشهود، كل شيء. العقد كان بتاريخ 17/6/2025، ولظروف ما أنا ما حضرت باقي مراسم الزواج، رجعت بريطانيا لأنه أنا مقيم في بريطانيا. العرس تم وأنا ما في، وكل شيء كان تمام، والحال ميسور الحمد لله. قمت بكل الواجبات اللي علي، من شيلة، من ذهب، من حفلة، من صالة، من عزومة، من غيره. كل شيء بيتعلق بالزواج أنا عملته، ولله الحمد والمنة. رجعت بريطانيا، قدمت بنت الناس دي اللي هي كانت زوجتي، قدمت لها الفيزا بتاعتها، وجات الموافقة، وجاتني بريطانيا. نهلة عبد الله دي طليقتي دي عاشت معي في البيت بالضبط 24 يوم فقط لا غير. وصلت بريطانيا هنا يوم 22/9/2025. طلعت من بيتي يوم 18/10/2025. ليه طلعت من بيتي؟ في يوم من الأيام نهلة دي أنا كنت برا البيت، مشيت مشوار وجيت راجع من البيت، لقيت نهلة دي قدامها 4 علب بيرة وعلبة سجاير وسكرانة. لما أنا اتكلمت معاها في الموضوع: يا بنت الناس بتعمل في شنو؟ انت شايف شنو؟ قالت لي ده الجواب بتاع نهلة. قلت لها أنا شايفك شربتي وسكرانة وكفاية شراب، وأنا مقيم في بريطانيا دي لي 5 أو 6 سنة، عارف قوانين البلد دي من الألف للياء، وعارف إنه لو اتكلمت أو قلت كده أو كده الموضوع زي ما بيقولوا بيتطور وبيمشي لقدام. كل اللي عملته أنا ميسرة، والله يشهد على ذلك، ربنا يشهد على ذلك. شلت باقي البيرة الفضلت، كشحتها في الحمام، عزاكم الله. لحد هنا احنا كويسين. نهلة من هناك مشت الحمام، ماسكة تلفونها، اتصلت على البوليس، نادتهم، وانا ما كنت عارف. انا كنت قاعد في الصالة ونهلة جوا الحمام، الله يكرم السامعين. البوليس جاء، فتحت الباب، انا ما كنت عارف اصلا دق الباب منه. الكلام ده حصل في مدينة اسمها كارديف في ويلز. فتحت الباب، البوليس جاء حقق ما حقق، اسمك، بياناتك، من هاي. وهي لحد اللحظة دي كانت في الحمام. المهم أنا بحاول أختصر الفيديو ده بأي شكل من الأشكال، لأنه الفيديو ده حيكون طويل شوية. المهم البوليس أخذ نهلة من البيت لأنها قدمت ضد عنف منزلي، بيقولوا له بالإنجليزي domestic abuse، فقدمت ضد عنف منزلي وخدوها من البيت. البوليس أنا لما سألتهم الحاصل شنو يا جماعة، قالوا لي في زول اشتكى فيك. اشتكى منه ما حنوريك، ما في تفاصيل، no details now. المهم نهلة ساقوها ومشوا بيها من البيت. وجواب البوليس في اللحظة ديك انه ما في تفاصيل حاليا، والبنت دي هي قالت ما شعر معاك بالأمان في البيت هنا، علشان على اساس كده احنا بناخدها. ما تحاول تتواصل معاها، ما تحاول ترسل لها،
هي إذا قررت تجي راجع البيت ده شي بيرجع عليها. قلت تمام، إجراءات قانونية. نهلة طلعت من البيت وودوها مكان ودوها. المهم انتظرت الوطا أصبحت، اتصلت على أهلها، يا جماعة والله الحاصل كده وكده وكده وكده. ونفس الشيء اتصلت على أهالي ناس البيت، والله يا جماعة الحاصل كده وكده وكده، والموضوع ده ما يطلع لحد ما نشوف نهاية الموضوع ده شنو، لأنه زي ما بقولوا للبيوت أسرارها. قلنا شنو الموضوع ما يطلع. الكلام ده قلت لأهلي وقلت لأهل نهلة. نهلة ودوها ساقوها ودوها، حصل الحصل. قعدت 10 يوم في الحتة اللي هي قاعدة، المدينة اللي ودوها ليها، و لحد اللحظة دي كان صابر. نهلة دي ما طلقتها. بعد ب3 أسابيع أنا حاولت أتواصل مع نهلة بحساب تاني، لأنه نهلة مبلغاني، عاملة لي حظر من كل السوشيال ميديا. أول ما طلعت من البيت تاني يوم السكرة بتاعتها فكت، عملت لي حظر من كل وسائل التواصل الاجتماعي. المهم فتحت خشيمة قالت لي أنا ما عاوز أعيش معاك. قلت خير. تشاورت مع أهلها وشاورت مع أهلي، قال لي كده أصبر، موضوع الطلاق ده أصبر له. مع إنه أنا نهلة دي من شفت البيرة قدامها زي ما بقولوا بطني طمت من الموضوع. فنهلة دي القصة وما فيها، نهلة وزميلتها اسمها نهاد، واحدة اسمها نهاد ساكنة معانا في كارديف، نهاد محمد أبو ليلى ساكنة كارديف. في ولد تاني في الموضوع، شبكة إجرامية، محمد عبد الله لقبه اسمه نيمار، ساكن في برمنغهام من شرق النيل مدوم. نهاد دي ساقت طليقتي اللي اسمها نهلة دي قبل ما أنا أطلقها، ودتها برمنغهام، سكنت مع الولد اللي اسمه محمد عبد الله ده في بيته، في بيت بتاع عزابة اللي هو هنا بقولوا له ريفيجي هاوس. كانت ساكنة في بيت العزابة ده أسبوع كامل. والله ربنا يشهد على الكلام ده وأنا صادق. واحتمال أنا بعد الفيديو ده ما معروف الواحد بيموت 200 أسي، بكرة بعد بكرة ما معروف الواحد بيموت 200. أي كلمة أنا هو زي ما بقولوا يعني خطيت يدي في المصحف. قعدت أسبوع. نهلة دي أول ما مشت برمنغهام هناك قالت ميسرة طردني من البيت، أنا نايمة في المطرة يومين وحاصل علي وسوى لي، وميسرة كان بيجيب لي البيرة وأنا قاعدة أشربها. في النهاية هو القلب علي، والله يشهد على الكلام ده كله ما حصل. أنا أول ما عرفت إنه نهلة دي مشت باتت في بيت بتاع رجال وكانت على ذمتي، أول حاجة أنا عملتها طلقتها عند هلا. قلت لهم وصلوا لها الرسالة دي، قولوا لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق. لحد هنا إحنا كنا كويسين. السبب اللي خلاني إنه أنا أطلع في الفيديو ده وأبرر للناس، وما دار أبرر للناس، أنا دار أبرر موقفي قدام ربنا. نهلة دي بتمشي، مشت برمنغهام دي ولا زالت اللحظة دي قاعد تمشي هناك بيت الرجال دين. بتمشي بتقول ميسرة 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 ميسرة، مع انه انا طلقتها وهي دايرة الحاجة دي. من مصر جات عندها افكار في راسها، دايرة تتطلق، دايرة تاخذ الاقامة الدائمة اللي هي على اساس انه بتاخذ الجنسية سريع. دي الحاجات كلها في راسها. دايرة تعيش حياتها تحت الحرية، دايرة ودايرة ودايرة. نهلة ما عندي مشكلة، أنا قسمتها الله جابها، الله جعلني وسيلة إنها هي توصل البلد دي، ما عندي مشكلة في الحاجة دي، ولا في زول بيقدر يمسك له رزق زول. نهلة سيرتها في لساني، تمشي بتتعاطى، بتمشي بتعمل، بتسوي ميسرة ميسرة ميسرة، لحد ما أنا دخلت في نفسيات. مش عشان إنها هي مشت خلتني، لا، على أساس إنه الناس يا ميسرة زوجتك،
يا ميسرة زوجتك نايمة في بيت الناس الفلانيين. ليه فيكم؟ في نفس الوقت للناس اللي ما بيعرفوا نهلة دي مشهورة في السوشيال ميديا، عندها كم 90,000 في الانستغرام، عندها كم 60,000 في التيك توك. ما عاوزة تطلع تقول، مش تقول انه انا سويت في زوجي كده وكده وكده وكده، لا لا لا، تطلع تقول يا جماعة انا انفصلت من زوجي. ما دارت تقول الحاجة دي. كلمت اهلها قلت لهم يا جماعة انا البنت دي ما عندي معها علاقة تانية، خلوها تكف لسانة مني، لانه الموضوع ده فيه اعراض، فيه اعراض، الموضوع فيه اعراض. انت مشيتي نمتي في بيت الرجال و بالحرام، لانه انا كنت الزمن ذاك ما طلقتك بالحرام والكلام ده مساني، وما زلت بعد طلقتك يا نهلة بتمشي مكان بتمشي، انا ما عندي شغله بالموضوع. بتمشي نهلة دي بتمشي بيت الرجال، بتمشي بتطلع، والكلام ده انا مسؤول منه قدام ربنا، والكلام ده انا شفته بعيني لحد ما البوليس كلبشني، انا طالع من السجن قبل 3 يوم. انا كنت مسجون بسبب الكلام ده. انا ما علي كل التفاصيل دي. انا الحاجه الدار اوضحها للناس انه انا نهلة دي لا عندي معاها علاقه من قريب لا بعيد حاليا. الولد اللي اسمه محمد عبد الله ساكن في برمنغهام. انا قبل ما اطلق زوجتي دي سكت عربيتي دي ذاتها ومشيت له لحد برمنغهام هناك، لحد البيت، دقيت البيت، فتحوا لي الباب والهو ما فيش، وتكلمت معاه، وصف لي مكان بيقرا، عندي حته كده كليه بيقرا فيها، مشيت له هناك وقابلته. يا ولدنا قلت له انا جيتك راجل لراجل، علاقتك شنو بزوجتي؟ قال لي زوجتك دي انا ما بعرفها ولا شفتها ولا انا. في نفس الوقت اليوم القباض ونهلة دي كانت رافعة ستوري في الانستغرام في نفس البيت، وانا عامل سكرين شوت. لما وريته قلت له زوجتي دي كانت هنا، زوجتي دي كانت في بيتكم هنا. قال لي ايوه 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 ايوه، قال بخشمه قال لي ايوه صح فعلا، نهاد في كارديف دي صاحبتي، بيت اللي اسمها نهاد، قال لي دي صاحبتي وقاعد تجينا هنا طوالي وبتقعد معانا وبتسوي. ومعاه ولد تاني اسمه منو كده ما عارف ابراهيم، انا ما متذكر الاسم، منو كده ابراهيم، ده صاحبي انا وصاحب نهاد، وبيجوني هنا طوالي في البيت. بتكون زوجتك جات معاهم لكن ما خشت البيت، لانه انا ببيع ترين سوتات. للناس اللي ما بتعرف ترين سوتات دي البناطيل الرياضيه، ده الكلام اللي قاله هو، انه انا ببيع ترين سوتات في بيتي وهم جاي يشيلوا مني الحاجات دي. فزوجتك يمكن ما خشت وقعدت برا. في نفس الوقت قال لي يا زول انا زوجتي اسمها براءة، قال لي، وانا متزوجة ومنفصل منها بالتراضي وكده، وهي يعني انه منفصل منها بالتراضي، نظام انها هي تاخذ الاقامة الدائمة، وفي نفس الوقت انهم هم عايشين مع بعض. الحاجة اللي فهمتها زوجة اللي قال انه متزوجة اللي اسمها براءة دي، ما في زوجة اسمها براءة، هو عايش مع زوجتي انا، كانت على اساس انه فهم الناس انه هو متزوج لكن منه ما معروفة، فقال لي اسمها براءة. وانا فهمت لانه ريالتي ما سايلة، فهمت اللعبة كلها. انا اللعبة مشتركين فيها 3 انفار، نهاد محمد البنت اللي قاعدة في كارديف دي، وطليقتي دي لما هي جاية بافكار من هناك، وهنا مالوا ليها راسها، والولد اللي اسمه محمد عبد الله ده. وانا البلد دي ما جيت امس ولا اول امس، دي الحاجة الاولى. الحاجة الثانية ما صغير انا، ومتعلم قاري وفاهم وواعي وعارف اي شيء. لكن اختصارا للفيديو، انا طلعت الفيديو ده لو في زول من اهل نهلة ديل، اعمام، خوال، قرايب، يعرفوا انه البيت دي انا ما عندي معاها علاقة. انا ما بهمني كلام باقي الناس، ولا بهمني. نهلة دي في السوشيال ميديا لما الناس يسألوها بتقول في تعليق في التيك توك، سألوها كانت عاملة ريبوست ناشرة فيديو قديم، فلما سألوها قالت أيوة الفيديو ده قديم لكن أنا حاليا متزوجة. وحاليا نهلة دي قافلة التعاليق
واللايكات وقافلة التعاليق والرسائل في التيك توك والانستغرام هسي حاليا. انت يا نهلة عملتي نهلة يا نهلة، انت اللي كنتي زوجتي وهسي حاليا انت طلقتي، عملتي عملتك دي، اطلعي للناس قول لهم انا اتطلقت. ما انت قاعد تنشري تفاصيل يومك كلها من الالف للياء، صحيتي وعملتي اكل ومرقتي وسويتي وبتاع، ما قاعد تنشريها. ما انت انفلونسر، ما انت مشهورة. اطلعي قول للناس انا اتطلقت من راجلي. خجلانة من الحاجة دي؟ لو خجلانة منها احترمي نفسك. انت ما احترمتيني لما كنت انا زوجك. طلعتي من بيتي والله يسهل عليكي، ومشيتي قبل ما اطلقك وقعدتي في بيوت الرجال والله يسهل عليكي، وسيرتي في لسانك ميسرة 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 ميسرة. واهلك انا بحترمهم لحد اللحظة دي كلهم، من اكبر زول فيهم لاصغر زول فيهم. لكن انت ما بشر، انت نهلة دي، البيت اللي اسمها نهلة دي ما بشر، دي شيطان يمشي على قدمين. وانا ما قصرت منها في حاجة، والله العظيم ما قصرت منها في حاجة، لا في زواجة، لا قبل ما تجي بريطانيا عندي فيزا كارد مخليها لا هناك. لما جات هنا نهلة دي اول زول اشتري الايفون 17 المصوراه ريز في الانستغرام. ما قصرت منها في حاجة. نهلة آخر المطاف بعد لعبت لعبته كلها مع نهاد مع محمد عبد الله، مشت قالت للناس ما يصير مجوعني. انا كلام كثير ما داير اقوله. و... ويا نهلة انت عارفة قبل انت ومحمد عبد الله ونهاد والغيركم الاسبوع اللي فات دخلتوني السجن ومرقت من السجن بتاع الرجال، ومستعد انا اخش السجن هسي في الفيديو ده انا مستعد اخش السجن واقعد 20 سنة وامرق. لكن رسالتي دي انا دار اوصلها ليكم انتوا الثلاثة ولأهلكم كلكم أهلكم. وأنا صادق، ده المصحف حلفت فيه صادق، لو كلامي ده غلط أطلعوا الثلاثة وأي واحد فيكم يتوضأ ويشيل له مصحف ويقول الكلام ده غلط. وحسبي الله ونعم الوكيل. الواحد ما عارف بيعيش كم بعد الفيديو ده، ما عارف بيعيش كم. الأعمار بيد الله، ما عارف أنا حأعيش كم. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.